تخيل إنك تموت فجأة وترجع تاني كطفل في عالم مليان بالسحر والوحوش. لكن مش بس كده، انت تمتلك قوة تتخطى أقوى الأبطال السبعة. هل هتستخدمها عشان تنقذ العالم ولا هتخليها تدمره؟ هذه قصة كاين. ما تنساش تدعم لي بلايك واشتراك. من غير ما أطول عليك خلينا نبدأ. كان هناك ولد في الثانوية يدعى كين. كان ماشي مرة رايح لأحد المحلات ليشتري له شوية أكل، لكن فجأة سمع صوت صريخ قادم من هناك، فوجد بنتين بيجريان من المحل وحرامي يركض وراءهم. لما شاف الوضع لم يستطع أن يظل ثابتا، فركض وراء الحرامي ليحاول أن يلحق البنات منه، ولكن للأسف أخذ السكين وضربه في بطنه، فسقط كين على الأرض غارقا في دمه وكأنه يودع الحياة. لكنه قال لنفسه طالما هم بخير فأنا كويس وراضي. بعدها استيقظ كين في جسد طفل صغير، ورآه فتاة من الخدم تركض عليه وتحضنه، وكذلك والدته اللي كانت في قمة السعادة بعدما علمت أنه ما زال على قيد الحياة. كان واضحا أن الطفل كان تعبانا منذ فترة، وبدأ كين ينظر في المرآة مصدوما. مين هذا؟ مش أنا بقيت صغير كده. كانت أمه تخبرهم أن حرارته لا تزال مرتفعة، وطلبت من فتاة تدعى سيلفيا أن تجلب له أكلا ليتغذى. حينها خرجوا من المكان، وبدأ كين يفهم كل شيء، وبدأ يتيقن أنه انتقل لعالم آخر، فقرر أن يفتش عن كل شيء ليطمئن على سيلفيا. كان كين يتفقد الأمور وهو يشعر بعدم الراحة، فالوقت كان في منتصف الليل، وكان يبلغ من العمر الآن 3 سنوات، لكنه في الحقيقة يبلغ من العمر 16 سنة، وهو أمر كان محرجا جدا بالنسبة له. جاءت سيلفيا بأكل وهدأته، لكنه كان ما زال نصف عاري وغير قادر على الكلام جيدا. بعدها جلس كين مع عائلته الجديدة وتعرف عليهم، فوالده اسمه غارم، ووالدته سارة، وله زوجة ثانية وأبناء منها، وكان الأب شخصا لا يحتذى به. بدأت سيلفيا تعلم كين عن هذا العالم الجديد، وأخبرته أن فيه وحوشا وأناسا يمتلكون طاقة سحرية. كان كين غير مصدق ما يسمعه، كأنه يعيش حلما جميلا. قال كاي إنه في حياته القديمة لم يكن له أحد في عائلته سوى جده اللي مات قبله بأيام قليلة، وقرر إنه يستمتع بوقته في العالم الجديد ده. سأل أبوه عن السحر، فأخبره الأب إنه رغم إنه عمره 3 سنين لكنه تعلم القراءة، فطلب منه إنه يقرأ في كتب السحر لحد ما يوصل لسن 5 سنين، وساعتها هياخده الأب لتعلم السحر. اتفق كاين مع أبوه ورجع لغرفته اللي كانت فاضية، فقرر يجرب يستخدم السحر، ولدهسته نجح من أول محاولة، وده خلاه مبسوط جدا. دخلت سيلفيا الغرفة، وكان واضح عليها إنها بتحبه وبتعامله كأنه أخوها الصغير أو حتى أكتر من كده، وكملوا هما الاتنين يتعلموا عن العالم ده والسحر اللي فيه. وكان كاين حاسس إنه ابتدى يلاقي معنى جديد لحياته. مرت 2 سنين بسرعة لحد ما كاين بقى عنده 5 سنين، وكان جاهز يبدأ رحلة تعلم السحر بشكل جدي. عيلته كلها كانت مستنياه علشان يروحوا الكنيسة، وهناك هيعرفوا إذا كان مؤهل لتعلم السحر ولا لا. ركبوا العربية في طريقهم للكنيسة. أخته كانت ماسكة الإحصائيات بتاعته وبتوريها له، فلاحظ وجود حاجة غريبة اسمها الحماية. سأل عنها، فقالوا له إنها قوة بيمنحها أحد الأبطال السبعة، وكل ما زادت الحماية زادت القوة، وأقصى مستوى ليها هو 5. أول ما دخلوا الكنيسة بدأ الكاهن يباركوا، وفجأة المكان كله نور، وسمعوا صوت راجل عجوز بيضحك. ظهر كائن غريب وقال إن الأبطال السبعة نفسهم عارفين كاين كويس، وبسبب شجاعته في العالم القديم وإنه ضحى بنفسه علشان البنات قرروا يكرموه بحاجة محدش في العالم ده حصل عليها. اتصدم كاين لما عرف إن الأبطال السبعة قرروا يمنحوه كلهم حمايتهم، ودي حاجة مستحيلة تحصل، لكنهم شافوا فيه أمل العالم الجديد. ضحك راجل عجوز وقال له إنه ما شافش قبل كده حد اتعامل معاه كده من الأبطال، وطلب منه يبص في الإحصائيات بتاعته. أول ما كاين فتحها اتصدم، لقى إنه مش بس حصل على حماية من كل الأبطال السبعة، لكن كمان بقى عنده عناصر مفقودة، وكل الإحصائيات بتاعته كانت وصلت لمستوى ماكس، رغم إن الحد الأقصى الطبيعي هو 5، وكاين عدى ده بكتير. كان أقوى من أقوى شخص موجود في العالم ده، وده خلاه ياخد قرار إنه يخفي الإحصائيات دي عن أي حد علشان ما يبقاش هدف. رجع كاين مع أهله البيت، وكان الكل فرحان باللي حصل، لكن أبوه طلب يشوف الإحصائيات بتاعته. لما شافها انصدم، خاصة لما عرف إن طاقته السحرية 340,000، بينما أقوى حارس في القصر الملكي طاقته 100,000
بس حذره أبوه، قال له إياك توري الإحصائيات دي لأي حد، علشان كده ممكن تخلي دول كاملة طردك. كاين هز راسه وقال إنه فاهم، ودخل غرفته ليرتاح شوية، لكنه لقى كتاب مكتوب عليه فن الاستدعاء، وقرر يجرب حاجة بنفسه. كين استغل غياب أخته وفتح كتاب فن الاستدعاء، وقرر يجرب يعمل استدعاء بسيط يمكن يطلع له كلب ظريف أو مخلوق صغير. لكن اللي حصل كان كارثة، طلع وحش ضخم جدا ومرعب لدرجة إن المكان كله اهتز والسماء اسودت وكأن لعنة نزلت على البيت. في نفس اللحظة كانت بنت ماشية واسمها ريني ومعاها بنت تانية، والوحش هجم عليهم. كين لما شاف كده اتدخل فورا واستخدم تعويذة اسمها الاستدعاء العكسي، ورجع الوحش لمكانه وفعلا أنقذهم. البنتين شكروا كين، لكن كانوا مرعوبين منه، مش مصدقين إن الطفل ده هو اللي قدر يوقف الوحش بالطريقة دي. بعدها بكام يوم أبوه عمل حفلة كبيرة بمناسبة تعميده وتعلمه السحر، ودعا فيها ناس كتير من العائلات المهمة. الكاهن كان حاضر وسأله أبوه عن طموحه، فرد كين بابتسامة وقال أنا عايز ألف البلاد وأحمي الناس الحلوة وخليهم يضحكوا دايما. الكل صفى وأبوه كان فخور بيه. بعد الحفلة قرر غارم ياخد كين في رحلة مخصوصة علشان يلاقي له مدرسين يعلموه السحر والمبارزة. كين كان متحمس جدا وفضل يتخيل المدرس هيبقى عامل ازاي، يمكن ساحر عجوز شرير أو فارس عملاق بلحية بيضة. لكن اللي حصل كان مفاجأة. الخادم جاب له مدرستين، ميلي وتينا. ميلي كانت شديدة ومهتمة بالمبارزة، أما تينا فكانت لطيفة ومتخصصة في السحر. الاتنين كان عندهم خبرة وقرروا يبدأوا تدريب كين فورا. كين حبهم بسرعة، خصوصا ميلي اللي كانت دايما تقول له اعتمد على نفسك واعرف قيمة الأدوات اللي معاك، وطلبت منه يصنع شنطة أدوات سحرية زي بتاعتها، بس كانت غالية جدا وده خلى كين يحس بالمسؤولية. أما تينا فكانت بتهتم بيه كأنه أخوها الصغير، وبدأوا يخرجوا للغابة علشان يصطادوا وحوش صغيرة، وفعلا واجهوا 4 أرانب سحرية. قدروا يقتلوا 3، لكن واحد منهم هرب لجوه الغابة. تينا حذرته من يتبعه لأن المكان خطر، فقرر يرجع معاه. في اليوم اللي بعده خدت مايلي وتينا كين للنقابة عشان يتعرف أكتر على أنواع الوحوش القوية اللي ممكن يواجهها في المستقبل، ويبدأ يعتمد على نفسه في تحليل الخصوم. أول ما دخلوا لاحظوا ناس كتير بيتكلموا عن منطقة خطيرة فيها ذئاب سحرية، وابن الحاكم موجود هناك. المعلومة دي خلت مايلي تتوتر لأنها ما كانتش عارفة، وخافت يورطوا كين في حاجة مش قدها. وأثناء وجودهم دخل عليهم راجل غليظ ومغرور، بدأ يزعق ويهين الناس، ولما حاول يضايق مايلي كين وقف قدامه من غير خوف. الراجل اتحرش بالكلام، فكين مسك ايده وكسر عظمها بكل برود وقال له لو قربت من واحدة منهم تاني هتلاقي نفسك مش قادر تتحرك. الكل اتصدم من قوته، والراجل وقع من كتر الألم والإحراج، وكين خده ورماه بره النقابة. تينا جريت عليه وحضنته وقالت له انت دايما بتخليني احس بالامان. ومايلي كانت مبتسمة وفرحانة وقالت انا فخورة بيك. بعد ذهب مع زملائه الى الغابة ليتدربوا، وظلوا على هذا الحال حتى مرت 3 سنوات كاملة. واخيرا جاء يوم تخرج كاين من مدرستهم، والتي كانت اشبه بمدرسة تدريب خاصة. في ذلك اليوم ارتدى كاين بدلته وبدأ يفكر في الهدايا التي يمكن ان يقدمها لمعلميه. تذكر ميلي وهي تقول من قبل انها كانت تريد حقيبة ادوات، فقرر أن يصنع لها واحدة بنفسه. انتظر حتى المساء ثم توجه إلى الغابة المظلمة ليحصل على بعض المواد النادرة. هناك صادف غولا أحمر ضخما فقتله باستخدام ناره، قائلا في نفسه إن هذه الغنيمة ستكون لميلي. بعد ذلك اصطاد تنينا أخضر آخر ليقدمه هدية لإلتينا، وعلق في نفسه مازحا وكأنه تخلص من بعوضة. لكن انفجارات المعركة لفتت انتباه حراس المدينة، فخرج الجيش مسرعا نحو الغابة، إلا أنهم لم يجدوا أحدا. والد كين حين وصل لمح منديل ابنه وفهم على الفور أن كين هو من فعل ذلك. في اليوم التالي أنهى كين معركة ضد 15 ذئبا سحريا، ثم عاد إلى مدرسيه ليخبرهم أنه انتهى من تدريبه. هنأوه على تخرجه وأخبروه أنهم قضوا معه وقتا رائعا، بينما أخرج لهم حقيبتين صنعهما بنفسه كهدية. فرح البنات كثيرا، وبدورهن قدم له هدية مع دعوات بالتوفيق مؤكدات أنهن سيساندونه دائما. عاد كين إلى المنزل غير متأكد مما سيفعله لاحقا، لكن والده دخل عليه فجأة وسأله إن كان هو من كان في الغابة البارحة. أجاب كين بالإيجاب، وذكر ببساطة أنه قتل تنينا وجولا أحمر،
صدم والده محذرا إياه أن تلك وحوش أسطورية قادرة على تدمير مدينة بأكملها، وطلب منه توخي الحذر حتى لا يسبب لهم المتاعب. اعتذر كين ووعد بعدم تكرار الأمر. بعد ذلك بيوم اصطاد تنينا عملاقا آخر، ولاحظ أن طاقته ازدادت بشكل غير طبيعي حتى بدا وكأنه يقترب من مستوى يدمر الأرض بقوته. مرت سنتان ثم قرر الالتحاق بالأكاديمية السحرية. ركب مع عائلته السيارة متوجهين إلى هناك، وأخته كانت في غاية الحماس، ووالده بدا فخورا. في الطريق لاحظ كين مجموعة وحوش تهاجم بعض الأشخاص أمامهم، فأخبر والده الذي أرسل الحراس، لكن كين أدرك أنهم لن يصلوا في الوقت المناسب. قفز من السيارة مستخدما قوته ليطير نحو المعركة، حيث كانت الوحوش تحاصر عربة والحراس يحاولون حماية الأميرة بأي ثمن. كان أحد الوحوش على وشك قتلها، لكن كين ظهر في لمح البصر وأمسك به ليقضي عليه وعلى باقي الوحوش. أصيب الحراس بالذهول من قوته، وعرفهم كين بنفسه وأخبرهم أن والده في طريقه، وبسبب إصاباتهم ألقى تعويذ شفاء عليهم معتذرا لأن سحره لا يستطيع إعادة الموتى، ثم حفظ جثث القتلى في بعد خاص ليعيدها لأهاليهم.